السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتتغدي ايه؟ اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. والنهاردة هنعمل مع بعض حبة فول مدمس، انما ايه، يستاهلوا بقك، طعمهم جميل وفي نفس الوقت لونهم فاتح زي اللي بنشتريه من بره، بل احسن واوفر كمان. زي ما انتم شايفين هنحضر معانا هنا الفول المدمس بتاعنا. طبعا انا بلاه من بالليل، بقى له كده حوالي 24 ساعة طبعًا من امبارح. أنتِ حابة إن هو يستوي بسرعة، طبعًا لازم الخطوة دي إن أنتِ تبليه من بالليل عشان تعمليه تاني يوم بإذن الله، وعشان يستوي معاكِ بسرعة وما ياخدش معاكِ وقت على البوتاجاز. وطبعًا لمّا تبليه برضه مش هيستهلك معاكِ غاز كتير، وهيستوي معاكِ بسرعة. فطبعًا إحنا عايزين نوفّر في الوقت وفي المجهود وفي الفترة الطويلة اللي هيقعدها على البوتاجاز وما يستهلكش معاكِ غاز طبعًا. لازم ناخد بالنا من الخطوة دي. وهنبدأ كده مَيّة من الكاتل أو مَيّة سخنة هنحطها كده في الحلة، ونبدأ نحط الفول المدمس بتاعنا والمَيّة تغطي طبعًا الفول. لازم المَيّة تكون بزيادة عشان الفول كل ما بيستوي كل ما بيتشرب مَيّة كتير. هنحط هنا حبة طماطم وفصين من التوم طبعًا، وهنحط معانا جزراية كده متقطعة شرايح. الجزر بيدّي لون والطماطم برضه بتدّي لون، اللون الفاتح الجميل اللي شُفناه في أول الفيديو. هو ده أسرار المدمس بتاعنا. وهنحط إيه كمان، هنحط 4 معالق من العدس غاسلينهم كده ومصفينهم. العدس بيدّي له قوام كده للمدمس بتاعِك، وفي نفس الوقت بيفتّح برضه اللون وبيدّي له قيمة غذائية طبعًا. لو مش موجود عندِك عدس خلاص ممكن تستغني عن العدس، بس لو موجود أفضل إن أنتِ تحطيه طبعًا. الفول ده بالطريقة دي بتاعة زمان، أيام زمان كانوا بيعملوه كده، عكس الفول اللي بيبيعوه في المحلات اليومين دول، بيحطوا بيكربونات بحيث إن هو يسوي المدمس بسرعة وخلاص على كده، وبيدّيه لِك من غير أي قيمة غذائية ولا أي طبعًا حاجات طبيعية. فزي ما أنتم شايفين كده حطينا كل المكونات بتاعتنا، هنبدأ نحط التوابل اللي بتغيّر لنا الطعم وبتدّي له ريحة جميلة. طبعًا هنحط معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكركم. الكركم بيدّي له لون، والكمون طبعًا بيضيّع لنا أي انتفاخات في القولون بعد ما ناكل الفول المدمس. فطبعًا شيء أساسي الكمون. لو مش بتحبي الكمون ممكن تحطي ربع معلقة، نُص معلقة. هنحط هنا طبعًا معلقة كبيرة من الفلفل الأحمر عشان برضه تفتح لنا اللون. كل اللي إحنا بنحطه ده حاجات طبيعية وفي نفس الوقت بتساعد إن اللون بتاعنا يفضل فاتح. آخر حاجة هنحطها مع بعض الليمون طبعًا زي ما هي كده اقسميها نُصّين وحطيها في قلب الفول المدمس، هيفتح لِك اللون وهيعمل له مادة كده حافظة وتأكسد لنا الفول بتاعنا، يدّي له اللون الفاتح الجميل، على نار هادية ونغطيه ونسيبه كده لحد ما يستوي. طبعًا كلنا عارفين إن الحاجات اللي إحنا حاطينها دي حاجات طبيعية، وطبعًا لو أنتِ هرستيها مع الفول المدمس وعملتِ أكياس كده وشيلتيها في الفريزر، وقت ما تحتاجيها هتطلعيها، هتنفع معاكِ الإفطار، تنفع معاكِ العشا، تنفع معاكِ الغدا، تنفع معاكِ للسحور. مش شرط إن إحنا بندمّس الفول للسحور بس، لأ المدمّس أنا باحب أدمّسه على طول. طبعًا هتسيبيه كده وكل ما ينقص حبّة مَيّة هتزوّدي المَيّة بتاعته لحد ما يستوي معاكِ إن شاء الله. وأهم حاجة المَيّة اللي تحطيها سخنة بإذن الله عشان ما تبطئلكيش عملية السِوَى بتاعة الفول المدمّس. زي ما أنتم شايفين الفولاية طلعت مستوية وتمام التمام. وزي ما أنتم شايفين الفولة بتاعتنا طالعة ناعمة وجميلة، واللون المَيّة بتاعتها فاتح مش غامق ولا حاجة. طبعًا بحبّة حاجات موجودة عندنا في البيت هنطلع بأحلى حلة مدمس تكفّينا أسبوع كده. فكل أسبوع كده تعملي حلة وتشيليها في التلاجة، تشيليها في الفريزر، وقت ما تحتاجي تطلّعي منها كده. الحلة دي أنا بتكفّيني طول الأسبوع الحمد لله، بنتسحّر منها كده. طبعًا جنبهم حبّة بطاطس، حبّة جبنة، حبة بيض، حبّشي كده للسحور وأنتِ بتعملي السحور. هتلاقي الحلة دي إن شاء الله هتقضّيكِ طول الأسبوع، ويبقى وفّرنا تمن المدمس اللي إحنا بنشتريه من برّه. بيدّي لِك كده ب15 ب20 حبّة صغيّرين ما يكفّوش حد. لكن الحلة دي إن شاء الله تقضّيكِ طول الأسبوع بإذن الله زي ما اتفقنا. تعملي حبّة بطماطم، حبّة ببيض، حبّة بالطحينة، حبّة بالملح والليمون زي ما إحنا بنعمل كده، اللي أنتِ عايزاه. طبعًا الفول ما نستغناش عنه في السحور، وفي أي وقت طبعًا ينفعك في التلاجة بإذن الله. زي ما أنتم شايفين كده الفول بتاعنا طالع طازة وجميل ولونه فاتح ويفتح النِفس. يالّا كده افتحي نِفسي لو عجبِك فول النهارده ومدمس النهارده وطريقة تدميس النهارده، واعملي لي اشتراك ولايك، وما تنسيناش كده بتعليق حلو. واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، وبألف هنا وشفا ليكم ولينا، ومع ألف سلامة.